اهلا بيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني قوي والله، وحشني جمهوري هنا على اليوتيوب موت موت. عارف اني غايب عنكم بقالي شهر ومش بنزل فيديوهات طويلة، يعني بنزل فيديوهات شورتس كده. ما بقيتش الصراحة انزل فيديوهات طويلة زي الاول، بس والله الغياب ده كان غصب عني. كنت محتاج اظبط شوية حاجات كده في حياتي وافصل كده، يعني عشان ارجع لكم بطاقة جديدة وافكار اقوى. والله انا بجد مش لاقي كلام يوصف قد ايه انا ممتن ليكم انكم لسه موجودين هنا ومستنيين فيديوهاتي. والنهاردة راجع لكم بموضوع جامد جدا جدا جدا، وحابب اتكلم معاكم عن حاجة مهمة كده، الا وهو موضوع العاب القمار الاونلاين. هل هي متعة لحظية ولا طريق للفقر؟ خلينا ندخل في الكلام. خلينا بقى نبطل رغي وندخل في الكلام على طول. يلا بينا. تخيل كده، انت قاعد في اوضتك، فتحت الموبايل او الفون، يعني لقيت اعلان بيلمع كده: اكسب آلاف الجنيهات من غير ما تتحرك من مكانك، تدخل تلعب، تكسب جولة، تحس انك ملياردير وتقول خلاص دي فرصتي اغير حياتي. بس اللي انت مش واخد بالك منه ان اللحظة دي مش متعة بس، دي شرك. دي شرك كده معمول عشان يجرك خطوة بخطوة لحد ما تلاقي نفسك خسران فلوسك حرفيا، وقتك وحتى تركيزك. القمار الاونلاين شبه السكر كده، اولها طعم حلو بعدين بيهد جسمك وبيكسرك. السؤال هنا: هل المتعة اللحظية دي تستاهل انك تضيع حياتك، ولا الاحسن توقف قبل ما تتهور؟ اول نقطة معانا المتعة اللحظية. اول ما بتفتح لعبة القمار الاونلاين دي، وطبعا احنا عارفين التطبيق المشهور، مش عايز اقول عنه يعني عشان ما اعملوش دعاية. اول ما بتفتح لعبة القمار الاونلاين وتكسب جولة، بتحس انك ملك العالم كده. القلب بيدق اسرع، الضحكة تطلع من غير ما تاخد بالك منها، وتقول لنفسك: هي دي يا عم، انا لقيت الطريق السريع للفلوس. اللي بيحصل بقى ان مخك بيفرز مادة اسمها الدوبامين زي ما احنا عارفينها، ودي مسؤولة عن الاحساس بالمتعة والسعادة. يعني ببساطة كده نفس الاحساس اللي بتحسه لما تاكل شوكولاتة وانت جعان، او لما فرقتك تكسب جون كده في اخر ثانية. الاحساس ده بيخليك عايز تعيد التجربة تاني وتالت ورابع، علشان دماغك بقت مربوطة خلاص بالمتعة اللحظية دي. بس خد بالك، المتعة دي مش حقيقية، صدقني، دي لحظة وهمية كده، فيك يعني ايه؟ يعني انت مبسوط دقايق كده معدودة، وبعدها تلاقي نفسك عايز تكمل مهما كان، كأنك عطشان وكل مرة تشرب نقطة مية، بس عمرك ما بترتوي، عمرك ما بتشبع. ده اخطر حاجة، ان المتعة اللحظية في القمار مش بتسيبلك غير رغبة اقوى انك تلعب اكتر، وده اول باب بتفتحه على الادمان والخسارة. تاني نقطة معانا الخسارة المضمونة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ركزوا فيها. الشركات اللي عاملة ألعاب القمار دي مش فاتحينها سبيل كده أو جمعية خيرية، دول عاملين نظام محطوط بحسابات دقيقة جدا جدا، وفي الآخر هم اللي لازم يطلعوا كسبانين زي ما احنا عارفين. ممكن تكسب مرة اتنين تلاتة اربعة وتلاقي نفسك فرحان وتقول بس خلاص انا كده لقيت السر والكنز. بس خد بالك، المرة التالتة الرابعة هتلاقي نفسك خسران اضعاف اللي كسبته. هتقولي ليه؟ علشان اللعبة دي بقى متصممة انها تديك امل صغير الاول، وبعدها تاخد منك كل حاجة. يعني مثلا الشركة مش هتسيبك تكسب كتير وتروح، لأ، هي هتدوقك طعم المكسب الاول. ايوه، علشان مخك يفتكر الاحساس الحلو ده وتفضل تلاحقه، بس في الاخر المكسب الكبير بيروح في جيبهم هما، مش جيبك انت. الموضوع بالظبط زي او اشبه الكازينو على الارض كده. صاحب المكان دايما هو بيكون كسبان، واللي بيلعب هو اللي في الاخر بيروح بيته مفلس. نفس القصة هنا
في الاونلاين، بس الفرق انك بتخسر وانت قاعد في اوضتك من غير ما تتحرك. يعني باختصار كده الخسارة مش احتمال، الخسارة بتكون مضمونة، واللي فاكر انه هيبقى استثناء هو اول واحد بيتعلق في الشرك. تالت نقطة معانا الادمان. القمار يا صديقي زيه زي المخدرات بالظبط. بتبدأ تقول ألعب جولة كده وخلاص، آخر مرة دي تلاقي نفسك عديت بالساعات وسهران بالليل والموبايل منور في وشك كده، وانت بتحرق فلوسك على ولا حاجة. المشكلة ان مخك بيتخدع، كل ما تخسر يقولك ماشي المرة الجاية هتعوض، وتفضل تدي نفسك امل وهمي ان الجولة اللي جاية هتكون مختلفة. بس الحقيقة كل مرة بتدخل اعمق في الدايرة ومش عارف تخرج منها. الموضوع بيمشي ازاي؟ تعال اقولك. بتكسب مرة فتفرح، تخسر بعدها تقول مش مهم اكسبها تاني، وتلاقي نفسك في حلقة كده مقفولة مغلقة. تكسب شوية، تخسر كتير، ترجع تقول اخر مرة، وفي الاخر المرة دي عمرها ما بتخلص ابدا اطلاقا. حرفيا الادمان بقى مش بس على الفلوس اللي بتطير كده، لا ده على الاحساس نفسه. دماغك بتتعود على الادرينالين والدوبامين اللي بيطلعوا مع اللعب كده، ومع الوقت بتكتشف انك مش قادر توقف حتى لو عارف انك خسران. يعني باختصار القمار مش لعبة، دي دايرة كده، دايرة إدمان بتشدك خطوة ورا خطوة لحد ما تصحى تلاقي نفسك مش قادر تسيبها ولا قادر تعوض اللي راح. رابع نقطة معانا، ودي صعبة شوية شويتين 13، الطريق للفقر. الموضوع دايما بيبدأ صغير، واحد يدخل يلعب هنقول مثلا ب50 جنيه ولا ب100 جنيه ويقول مش فارقة، مبلغ بسيط مش هيأثر. بس اللي بيحصل بعد كده ان المبلغ البسيط ده بيتحول لآلاف وآلاف وآلاف ما تعدش. تلاقيه بيخسر أول مرة يقول طب أعوضها، يخسر تاني يقوم يحط اكتر لحد ما الفلوس اللي كان حاططها على جنب دي كده وبيقول مش هاجي يمها خلصت. يبدأ يمد ايده على فلوس البيت بقى، فلوس البيت اهله يعني، وعلى فلوس المصاريف. وفي ناس وصلت انها باعت ذهبها حرفيا او استلفت من صحابهم، وكل مرة يقولوا خلاص المرة دي اخر مرة. بس في الاخر يلاقوا نفسهم مش بس خسروا فلوسهم، دول كمان خسروا ثقة اهلهم وكرامتهم. وفي ناس بقوا مديونين حرفيا، والقمار ما بيجيبش غير الخراب. يعني ربنا يبعدنا عنه وعن اي حاجة حرام. هو طريق سريع كده يديك احساس انك ماشي على سكة الفلوس، لكن الحقيقة عكس كده خالص، انك ماشي على منحدر نازل كده اخره فقر وديون ومشاكل مع كل الناس اللي حواليك. يعني باختصار القمار مش بس بيخليك تخسر فلوسك، ده ممكن يهد حياتك كلها. ايوه اسمع الكلام، ويخليك تبدأ من تحت 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 الصفر ومش عارف تقوم تاني. خامس واخر حاجة معانا الوهم الكبير. لو ركزت في اعلانات العاب القمار الاونلاين هتلاقيها كلها نفس الفكرة، اكسب آلاف آلاف الجنيهات من ضغطة زر. يجيب لك كده واحد قاعد على كافيه بيكسب فلوس زي ما احنا بنشوف، وهو بيشرب قهوة، او واحدة فرحانة كده قدام الشاشة علشان كسبت آلاف في ثواني معدودة كده. الحقيقة بقى ده وهم كبير. ايوه مفيش حد بيبقى غني من ضغط الزرار كده، اللي بيكسبوا بجد اتنين وبس. اول واحد الشركة نفسها اللي قاعدة تاخد من كل لاعب جزء صغير، ولما تجمع من الاف وملايين من اللاعبين بيبقى مكسب ضخم. تاني واحد هو اللاعب اللي بيكسب اول مرة بس، وده معمول بحساب. هتقولي ليه؟ علشان يحسسوا ان الموضوع سهل ويعلق قلبه بالامل الكذاب، فيفضل يلعب ويلعب ويخسر بعد كده اضعاف.
يعني باختصار اللعبة معمولة على الوهم، يدوقوك المكسب أول مرة، يفضل مخك يجري وراه سنين وسنين وسنين. بس الحقيقة إن مفيش مستقبل ولا غني ورا القمار، في الآخر كله خسارة. القمار مش بيبيع لك فلوس، القمار بيبيع لك حلم كذاب، واللي بيصدق الإعلانات هو أول واحد بيتعلق في الشبكة. وفي النهاية يا حبايب قلبي، خلينا نرجع كده ونفكركم في اللي قلناه مع بعض. ألعاب القمار الأونلاين دي شكلها من بره كده متعة وفلوس سهلة، بس من جوه ما فيهاش غير وهم وخسارة. أولها بتديك متعة لحظية وتخليك تحس إنك طاير فوق السحاب، بعدين تكتشف إنك داخل لعبة معمولة مخصوص عشان هما يكسبوا وانت اللي تخسر. وبعدها تلاقي نفسك مدمن سهران بالليل، وفلوسك للأسف بتتسرب واحدة واحدة، وفي الآخر الطريق للفقر. ناس باعت دهب، ناس استلفت، وناس اتدينت، وناس تانية خسرت ثقة أهلها. وكل ده ليه؟ علشان إعلان ورالهم حلم كذاب. للأسف إنك ممكن تبقى غني من ضغط الزر، من ولا حاجة. أنا بقولك الكلام ده مش عشان أخوفك، لأ، علشان لو في يوم من الأيام لقيت نفسك أو أي حد من صحابك داخل في الدوامة دي، توقفه قبل ما يغرق. لأن القمار مش بيبني حياة، القمار بيهدمها. وفي الآخر يا جماعة، ربنا رزقنا بعقل ووقت وفلوس، فبلاش نرميهم كده في حاجة نهايتها احنا عارفين إنها خساير. استثمر وقتك في حاجة ترجع لك نافع، شغل، علم، رياضة، اي حاجة تكبرك قدام، مش حاجة تاخدك لورا. ولو وصلت معايا لحد هنا يا بطل، اعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناة لسه ما اشتركتش. فضلا وليس امرا، لو اول مرة بتشوفنا اخبط اللايك للفيديو، وانزل اشترك، انزل نورنا بزرار الاشتراك في القناة، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلينا افكرك باخر جملة: القمار شبه ورق الكوتشينة كده، باين لك انها لعبة، بس في الحقيقة ممكن يقلب حياتك كلها، فخلي حياتك مش لعبة. وزي ما احنا متعودين يا شباب، الجملة اللي كنا نقولها في نهاية كل فيديو ألا وهي: انت الأساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو أحب أقولك: خليك مسيطر. أشوفكم الحلقة الجاية.